السلام عليكم، مرحبا بكم في جولة جديدة. هذه المرة في مدينة سوغهراس. هذه المدينة العريقة التي تحتوي معالم تاريخية جد كثيرة، وتستحق أن تكون وجهة سياحية بامتياز. هذه المدينة التي لا أمل أبدا من طريقها، لأن طريقها يملأه الخضار بسبب السد الذي يزود كل المناطق المجاورة لمدينة سوغهراس بالمياه العذبة. وأكيد لن أنسى الهدية التي أخذتها معي إلى صديقتي، عبارة عن صينية من البقلاوة. كان الجو ممطرا اليوم، وها قد وصلنا إلى محطة نقل المسافرين، وسوف آخذكم في جولة معي داخل أزقة هذه المحطة. والآن قد خرجت من المحطة لأبحث عن سيارة أجرة لتقلني إلى وجهتي التي سوف أتوجه إليها من أجل القيام بعملي، أكيد الخاص بمهنتي طبعا. انظروا إلى هذه الصور الجميلة التي تميز أزقة مدينة سوغهراس الباهية. ما أدهشني هو نظافة شوارعها وطيبة خلق أهلها، بل وحلاوة حديثهم ولهجتهم. وها هي جولة سريعة في هذه الشوارع والأزقة. ما يميزها أنها عتيقة وقديمة، ويزينها بعض المباني الحديثة. سوف نتسلى سوية إلى أن أصل إلى وجهتي التي قدمت من أجل العمل فيها. كما سبق لي وأن ذكرت، انظروا إلى هذا الخضار الذي يملأ حتى شوارع مدينة سوغهراس، فإضافة إلى بهائها ببنيانها العتيق تزينها الخضار من جميع النواحي. فمثل هذه المباني على ما يبدو أنها مباني فرنسية خلفها الاستعمار الفرنسي، لكنها أضافت للمدينة رونقا ورقي. أما بالنسبة لهذه المباني فهي جد عتيقة، وأعتقد أنها بنيت حتى من الحجارة، دون أن أنسى الحلويات التقليدية كالمقروض والبقلاوة والكروكي الذي يزين محلات الحلويات. أيضا مطاعم الأغذية السريعة بما فيها الكسرة المحشية. هذا المطعم عادة ما أتناول فيه وجبتي الخفيفة عند انتهائي من العمل. تميزه النظافة وسعة الصدور والترحيب. ولقد تناولت طعاما خفيفا كما ترون، وجبة الكوكا. انظروا، ها هي المباني التي كنت قد تحدثت إليكم بخصوصها. إنها مباني عتيقة وقديمة. الحلويات طبعا، أينما توجهت لابد أن أرى تلك الحلويات وأمتع ناظري بها. هذه الساحة التي توجد بوسط المدينة. لقد قمت بمحاولة تصويرها من جميع الجوانب حتى أنقل لكم الصورة جيدة وكاملة، كما أني في كل مرة أخفض الكاميرا حتى لا أقوم بتصوير وجوه المرة، فأكيد منهم من لا يرغب بذلك، ونحترم الخصوصية أكيد. طبعا الحلويات، هنا بعض من الحلويات الحديثة، منها الفرنسية والإيطالية كذلك، والكعك. مشكور هذا الشاب الذي سألته عن ذلك المسجد العتيق، والذي أخبرني أنه كان سابقا عبارة عن كنيسة. أما هذا المسجد فمنذ الأزل كان عبارة عن مسجد ولم يتغير قط. إذن أستمر في هذه الجولة في شوارع
مدينة سقراس، وهذا السوق الذي انتبت له، وها أنا أصعد أدراجه حتى أشاهد ما بداخله. إنها مجموعة من الباعة يبيعون الخضار، ولكن هؤلاء القطط المساكين. نعم، إنه جو بارد. فلنستمر في تلك الجولة. أرجو أن أكون قد نقلت لكم بعضا من الصور الحية لمدينة سقراس، سواء أزقتها القديمة ومبانيها العتيقة أو الحديثة على حد سواء. أيوة. ولقد فضي بي الكأس وتوجهت لشراء بعض من الحلويات، التيسري أكيد، واخترت الفستق والشوكولا والحليب.